السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ إن شاء الله بخير. شوفوا له البحر اليوم ما أحلاه، سبحان الله. اجيت اتمشى شوي، اعمل شوية رياضة، لا اتنشط. شوفوا الغيم ما أحلاه، في شوية هيك زخات بس ما مبينة، أما تزخ زخ هيك رخ عم تنزل الشتي، ما مبين. وهلا بعد ما رجعنا من البحر بدنا نعمل أطيب صينية شاورما بالفرن. أول شي أنا عندي الشيش، هي كاسة لبن صغيرة تقريبا، هدول كيلو ونص شيش، قطعتهم قطع صغيرة، حطيت عليهم لبن وخل. وهلا بضيف البهارات، ضيفوا البهارات اللي بتحبوها. أنا بحط بابريكا، قرفة، هال، زنجبيل، كزبرة. هون حطيت كمان زنجبيل أخضر فريش، كمان بيعطي طعم كتير طيبة. وطبعا ما عم ننسى كمان نضيف معلقة ملح هيك مرتبة، ونضيف الملح، بنحرك الخليط منيح وبتركوه ينقع تقريبا شي ساعة او اكتر، يعني حسب انتو الوقت
يعني نقعته أنا هون ساعة. هلأ عندي هون بطاطا مفرزة، رح حط عليها شوية زيت وحطها بالفرن. هاي أفضل طريقة لتعملوا البطاطا، تكون هيك صحية، يعني ما فيها زيت كتير، وكتير بتطلع طيبة ومقرمشة. خلطهم هيك وبحطها على الفرن لحتى تاخد لون تتحمر عندي. هلا رح بلش قلي الشاورما. حطيت هون معلقة لي كبيرة وشوية زيت، اللي هي بتعطي كتير طعمة طيبة للشاورما، يعني هي بتجيب نكهة الشاورما. يعني ايمت ما بدكم تعملوا الشاورما لازم يكون عندكم لي، كتير طيبة بتطلع معاها. بقسمها هيك مشان تدوب معي وتتوزع بكل الشاورما. هلا بضيف الشاورمات. طبعا المقلاية بدها تكون كتير حامي، وبحطهم على دفعات مشان كلياتهم يتحمروا عندي. والشاورما ما بدها تقليب ابدا، يعني ما بقلبها لحتى تمسك وجه، اول وجه من تحت يمسك هيك لون حلو، بعدين بقلبها. شايفين كيف؟ هيك بهالطريقة هون لحتى حسيتها استوت من تحت بقلبها، مشان المي تبعيتها ما تبذل ميتها، ما تطلع المي تبعيتها. بهالطريقة هون. كمان هلا بترك هذا الوجه لحتى يصير لونه ذهبي هيك، وبتكون جهزت عندي الشاورما. هلا عاد بدي اطبق صينية الشاورما. طالعت البطاطات، شايفين اخذوا لون كتير حلو واستوى. بحط اول طبقة من البطاطا المقلية. طبعا فيكم انتوا تقلوها يعني بطاطا مقلية على الغاز، بس انا هيك حسيتها يعني صحية اكتر، كتير كمان بتطلع طيبة، يعني كأنها مقلية على الغاز. وبضيف طبقة الشاورما اللي قليناها. هلا عاد بعد ما رتبت البطاطا والشاورما فوق بعض، بحط شوية مايونيز بهالطريقة هاي، وبحط كمان شوية كاتشب كمان بهالطريقة. ما بكتر، للي بده يعني بيحب بيضيف بعدين. وهون عندي خليط من الأجبان، موزاريلا مع جبنة بيضة، خلطتهم هيك مع بعض وعم وزعهم على الشاورما. هالأكل كتير بيحبوها هون بالبيت، سهلة وسريعة. كمان هيك خرج جمعات مثلا، خرج دوارات كمان بتطلع كتير ظريفة. وهلا بعد ما وزعت الأجبان هيك بحطها بالفرن لحتى تاخد لون حلو من فوق. وهي بعد ما طلعت من الفرن، يا عين شو هالريحة، ريحتها كتير كتير طيبة، بتشهي، ومنظرها والله بشهي كتير كمان. هالجبنة هيك عم تشط.
غير شكل. جربوها رح تحبوها. طالع بطاطا كمان. نكهتها فخامة. جربوها وادعوا لي. وهون كنت عاملت لهم كيكة الربيع، سميتها كيكة الربيع. كيكة اسفنجية بتشهي كتير كتير طيبة. ان شاء الله رح انزلكم طريقتها بالتفصيل اذا الله راد، طريقة تحضيرها، لان عن جد كتير طيبة وسهلة بنفس الوقت. شايفين ما احلى منظرها بشهي. ان شاء الله رح انزلكم الطريقة بالفيديوهات الجاي اذا الله راد. وهي منظرها من جوا تاخد العقل. كيك اسفنجي بشهي. وهيك كان الفيديو لليوم، خفيف نظيف. ان شاء الله تكون هيك الوصفات عجبتكم، وبتمنى تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك للفيديو وتكتبوا لي هيك تعليق حلو. وإن شاء الله بنزلكم طريقة الكيك بفيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.